Брат задает вопрос. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Уважаемый брат, ответьте, пожалуйста, входит ли такфир в основы религии? Джазакумуллаху хайран. Нет, не входит. Такфир является вопросом фикха. Это вопрос фикха. Но такфир какой вы имеете в виду? Такфир в каких вопросах? Вот это вот надо разделить. Первый — это основа религии, если ты говоришь о немусульманах. Потому что кто не считает не мусульманина кафиром, он сам кафир. Как говорил Кады Ияд, Куртуби и другие. А если внутри уммы, то есть когда кто-то ошибся, там попал, то здесь это уже вопрос фикха. Худжа, не худжа, это вопрос фикха. شيخنا، هل هذا التقسيم يعني صحيح للتكفير؟ يعني هناك يعني داعية قد سئل يعني سؤالا بالنسبة للتكفير، هل هو يدخل في أصول الدين أو لا؟ فبدأ أن يقسم، يعني قال أن إذا كان يعني التكفير للكفار يعني الأصليين كاليهود والنصارى وهكذا، فهذا من أصل الدين. أما التكفير ما تعلق بتكفير يعني المسلمين إذا وقعوا في الشرك الأكبر مثلا، فهذا يقول يدخل في مسائل الفقهية. الله يبارك فيكم. هل هذا يعني التقسيم صحيح يعني؟ وهل قال به يعني أحد من السلف والخلف؟ الله يبارك فيكم. لا، ما أحد قال به. يعني أبو بكر رضي الله عنه لما كفر مسيلمة وأتباعه والصحابة كفروا أولئك، هل يعني كان هذا فقهيا؟ وقاتلوهم على الردة وهم يكبرون ويصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله، لكنهم فقط شركوا في الرسالة، قالوا مسيلمة نبي. هذا وإيش كانوا يعني؟ ولا الصحابة يكفرون الناس ويخالفون أصول الدين؟ شو الكلام هذا؟ ثم حتى لما يقول مسألة فقهية، يعني وش معنى فقهية؟ يعني ما يصير فيها كفر وإيمان. طيب ما معنى إذن كتاب المرتد؟ وش معناه المرتد؟ إيش معنى المرتد؟